هالاند جهز حاله عشان يضرب ركلة الجزاء نحو الحارس بونو المغربي. طبعا بونو دائما معودنا يكون واثق من حاله بصد كرة ركلة الجزاء. هالاند ضرب ركلة الجزاء اول مرة وما دخلت، وضربها المرة الثانية وصدها الحارس بونو المغربي. عطول الحارس بونو صار يستفز هالاند ويستهزئ فيه عشانه ما دخل الكرة، بس ما كملت الفرحة وصار يحكي حكم المباراة للحارس بونو انه لازم نعيد ركلة الجزاء عشانك خالفت القوانين. واجا هالاند بده يضرب ركلة الجزاء مرة ثانية، لكن راح تنصدموا من اللي صار. قبل ما اورجيكم شو اللي صار بدي اتحداكم تحدي المرة هاي انك تجرب تضغط على اللايك وانت مغمض عينيك، واكيد مش اي حدا بيعملها، واذا زبطت معكم من اول مرة اكتبوا لي بالتعليقات. جبت لكم تطبيق تربح من خلاله فلوس على خطواتك على المشي. في حاليا عاملين سحب على كثير جوائز من ايفون وبلاي ستيشن 5، كل يحمله يكسب هاي الجوائز. رابط تنزيل باول تعليق مثبت. هالاند ضرب كرة الجزاء الثانية ودخلت هدف. بعد ما دخلت صار يستهزئ على الحارس بونو مثل ما استهزأ عليه اول مرة. واكتبوا لي شو رايكم بالحارس بونو، هل هو افضل حارس بالنسبة لكم ولا لا؟